ما تخافش منه. كلمه اخاف من ايه؟ ازيك يا سيعة؟ ايه؟ ازيك يا سيعة؟ سيعة، اهلا يا اخويا. ازيك يا سعيد؟ اهلا يا سلام. وده ايه بقى ان شاء الله؟ جاتوه فضلة خيرك. اصل سفتحي الله يكرمه بعد ما كسب قضية المعاش حلف لا يحلي بق الحارة كلها. والله قلت ابو النسب اول واحد يحلي. والله طب يا سيدي تشكر. هتقولي له انت ولا اقول انا؟ اللي تشوفه يا اخويا. بقول لك ايه، ده اخوكي وبينكم بعضيكم، انتوا عيله واحده. قولي له انت. في ايه يا عم انت وهي؟ هو سر؟ بص يا سعيد يا اخويا، من يوم ما ابويا مات وهو كاتب لك البيت وانا قلبي مكسور، بس انا مش زعلانه منه، مسامحاه. شوف بقى يا اخويا، احنا جايين النهارده عشان نراضيك ونشتري البيت بما يرضي الله. ايه؟ 50,000 جنيه هندفعهم لك، هنسكنك زي ما انت، بس هتدفع الايجار، بس هنبني فوق. طب سهل انت وهي؟ مين قال لكم ان انا هبيع البيت؟ ايه؟ مش بدل ما الغريب هو اللي يشتريه؟ البيت ده بتاع ابني، هو الوريث الوحيد فيه. والله ما ازعلك، خليه ب55,000. خدي جوزك واتكلوا على الله يا سناء بدل ما افرج عليكم الحاره. ماشي يا سعيد، اللي تشوفه انت حر. يلا يا واد يلا. اللي يشتري البيت قال خدي يا اختي، خدي الجاتو بتاعك، متشكرين. عيالي اولى بيه. يلا يا واد يلا. مش هتلاقي احسن من كده فلوس. غور بدل ما البسك دي في خلقتك. يلا حر. والله بقى معاك فلوس يا سناء انت وعرج الكلب. يا يونس. مين؟ انا كريم بركه. يالا ما تفتح يا ابني، عفريت بالليل وبالنهار. عاوزك يا ابو الحوار. اقعد. ايه تاني؟ البت ادتني رقمها. طب ما حلو، هو ده الشغل. ايوه، عشان نقعد نرغي ونلوكلوك في ودان بعضينا. وانت عايز مني ايه بقى؟ عايز منك ايه؟ ده من غيرك روس يا يونس. وبعدين البت بتقعد ترغي كده وتبطل بالانجليزي. وانا ماليش في الانجليزي بتاعك ده اصلا. يونس، انا اخوك حبيبك، وبعدين هدفع. انا مش بتاع فلوس يا كريم، انا بس عايزك تشوف لنا سجارتين كده عشان القعده. بس كده؟ حصل. اكلمها؟ هي مستنيه منك تليفون؟ لا، بس هي قالت لي بتصل في اي وقت. خلاص كلمت. هقول لها ايه؟ قول لها انا ما ينفعش يعدي عليا يوم من غير ما اسمع فيه صوتك. حساس. ايوه كده. عجبتك دي؟ طبعا. بس مش حاسسها انا يا اخي. ليه بس؟ مش وقتها اقول لك. قول لها انا بس بجرب اتصل، ده احلى ارقام هدوس عليها في حياتي. الله يا اخي، تبقى انا انت ونخلص بقى. هقول ايه تاني؟ قول. انا بجرب ادوس على احلى. الو، انا مش بتصل بيكي على فكره، انا بس يعني كنت ايه؟ بجرب اتصل باحلى. انا بس يعني كنت بجرب اتصل باحلى ارقام دوست عليها في حياتي. قفلت ليه؟ مالكش دعوه، ده موضوع انا بقى. يا ابني دوس على الحديد وهو سخن. حديد ولا سخن؟ الكلام ده للحداد اللي زيك. انما انا الحب، المشاعر، الاحاسيس، لازم يبقى فيه قلق وانتظار. مش فاهمك انت. هقابلك بالليل. ما تنساش السيجارتين بقى. ها؟
زينب زينب يا زينب. ايوه يا اخويا ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ امال في البنت عيشه؟ موجوده يا اخويا في اوضتها. عيشه بنت عيشه. ايوه يا بابا. تعال بصوا شوفوا المفاجاه. تلفزيون. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. وطي صوتك كده الكلب. ايه احنا اخر ناس جبناه في الحاره. بقول لكم ايه، التلفزيون ده هديه من المحطه اللي انا شغال فيها، وحد يجي جنبه ولا يفتحه الا وانا موجود. مفهوم يا زينب؟ مفهوم يا اخويا. وبعدين احنا عاوزينه في ايه غير ان احنا نتفرج عليك وانت طالع في البرنامج. والله يا بابا نشوفه. شفتي البنت بتقول ايه؟ شفتي يا زينب؟ طب ايه رايك بقى يا عيشه ان التلفزيون ده هيتحط عندي جوه في الاوضه، جنس مخلوق هيهوب ناحيه الاوضه ويفتحه الا في ميعاد البرنامج بتاعي هرميه من البلكونه. فاهمه؟ ماشي يا اخويا ماشي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. مش عارف ليه يا زينب حاسس زي ما اكون جبت المسيح الدجال يقعد عندي في البيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه المسيح الدجال ده كمان يا اخويا؟ ده بيقول كلام جميل قوي. وبيقول كلام فاضي. حتى اسالي جارتك اللي عايشه في وادي الزلال. انت لسه فاكر؟ طب بقول لك ايه بقى، طالما يعني دخل في بيتنا التلفزيون، ايه رايك بقى عشان خاطري ترجع الواد شوقي؟ احسن ده وحشني قوي. الله 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 الله. لا الموضوع ده انا ما اسمعوش تاني. مفهوم ولا لا؟ ومش معنى ان انا جبت تلفزيون عندي في البيت يبقى كل حاجه تخرب وتبوظ وكل حي يمشي على هواه. روحي قولي له يسيب الزفت اللي هو بيعمله وانا سامحه. يا بلبل جبت الامانه؟ يا عم وطي صوتك، انا جايب لك نعناع. يا راجل ما تخافش. بتسيح ليه؟ هو انت عشان معاك روشيت اروح انا الملاهي؟ هات قفشنا يا توحه. انت كنت كويس، ايه اللي حصل لك؟ ما انا كويس برضه. خد يا سيدي اتفضل. الله، ميتينات وحلاوت وايه؟ هات. وده برضه 200. ايه حكايه 200 علبه دي بقى؟ انت ناوي تدورها ولا ايه؟ ما تقول لي اظبطك. ادور ايه يا بني ادم انت؟ انا واخدهم لزمن بدل اللف على الاجزخانات. حتى الزمن اتضرب بالكيمياء. مرحبا يا زمن، خد بالك الشهر الجاي هيغلى. ها يغلى يا سيدي لما يجي وقت احلى. الف حلال. سلام. وانطر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو اتفضل يا يشرب أخويا. الشرب. القهوه اهي. اسلمي لي يا زينب. أو يشرب الشربة. يا اخويا انا مش عارفه اتعلمت شرب القهوه ده امتى. يا سلام، يعني هي جت على القهوة يما؟ ده احنا عندنا تلفزيون يا زينب. مفسديون. اسكتي اسكتي. يلا روح اعملي لي لقمه اكلها لحسن انا حاسس اني خلاص هموت من الجوع. يا يلا. ساتر يا رب، ده حتى ما بقتش تصبر على الجوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم. الله مالك يا ولية في إيه؟ أنت عايزاني يعني أسقط قدامك من طولي عشان تقومي تعملي لي أكل؟ يلا قومي. لا يا اخويا بعد الشر عليك، بس العصر قرب جدا. هتاكل ولا هتنزل تصلي؟ لا هنزل طبعا، هنزل أصلي في الجامع إن شاء الله، بس يلا شهري أنت بس أول. حاضر يا اخويا. ها رواه مسلم. سابقين من 68 دولة من دول العالم الإسلامي تم افتتاح فعاليات. هناك فين؟ ها؟ هناك فين؟ بس انت روح هناك واسمع. الله اكبر الله اكبر. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. استغفرك واتوب اليك. مالك يا اخويا؟ تستغفر على ايه؟ وفيها ايه بس لما استغفر يا زينب؟ انت مش سامعه العصر بيدن وانا لسه قاعد هنا اهو. طب يا اخويا مش هتاكل لقمه قبل ما تنزل؟ لا هنزل اصلي في الجامع وبعدين لما اجي ابقى اكل. بقول لك ايه، البتاع ده محدش يفتحه الا وانا موجود.
انت فاهم ولا لا يا زينب؟ حاضر يا اخويا، محدش يفتحه غيرك، ما تخافش. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من غضب الله. ايوه ابوس ايدك يا فندم، ابعت لي اي حد يصلح لي التلفزيون. لا مش بايظ، وهو ده اللي مضايقني، هي دي المشكله. انا عايز اي حد من طرف حضرتك يظبط لي التلفزيون على قناه واحده بس، القناه بتاعتنا وبس. ابوس ايدك البيت هيتخرب. لا يا فندم، الله يستر اصلك دنيا واخره، انا اللي عايز كده. لا انا موجود في اي وقت ما عدا اوقات الصلاه، ابعتولي في اي وقت. طب يا فندم، السلام عليكم. السلام عليكم. الله اكبر. الله اكبر. والله وجع عليك اليوم يا تمام، واقف تصلي ورا امام بيشرب حشيش. سامحني يا رب، سامحني يا رب. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. شوقي، انت بتعرفي مكاني منين؟ وانا مش قلت لك ان انا موريش اي حاجه غيرك؟ ايه رايك في الحجاب؟ انت كمان اتحجبتي؟ لا انا قلت بس البسه علشان وانت خارج من الجامعه ما تتكسفش مني ولا حاجه. والله العظيم انا ما عايزه فلوس، انا جايه اسال عليك يا شوقي. انا الحمد لله. يلا انا بقى امشي روحي عشان واقفه كده غلط. يلا شوقي والله العظيم انا ما بخرج من البيت خالص. كويس، ربنا يهديكي. ويهديك يا شوقي وترجع الحاره. انت شفت ابوك في التلفزيون؟ ايوه شفتي. روحي روحي يا تاني، روحي. طب والنبي يا شوقي ابقى رد عليا في التليفون، ما تسيبنيش اقعد اكلمك كده على طول. معلش اصل معيش تليفون اليومين دول، بس حابب اتصل بيك. خلي بالك على نفسك. شوقي، لا اله الا الله. سيدنا محمد رسول الله. بس يا عم انت، هو بس كفايه كده. هو ايه اللي كفايه كده؟ في يا عم الحاج؟ خير يا عبد الله، انت مش شايف الخير؟ يلا يلا يا عم انت وهو، كفايه حفر، يلا اتكلوا على الله. هو ايه اللي كفايه حفر؟ فهمني فيه يا ايه؟ عم قبض الناس دي ومشيها. حاضر. اتفضلوا يا رجاله، اتفضلوا اتكلوا على الله. اسمع يا عبد الله، طالما جابت ميه يبقى احنا محتاجين زباح. ميه ايه يا عم الحاج؟ هو في ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الزبيب؟ ايه الزبق الاحمر ده؟ ده زيت يا عم، هو اللي بيطلع المستخبي تحت الميه دي. هو انا هجيبه لك منين الزبق الاحمر ده؟ احنا محتاجين جرام واحد بس، ثمنه 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ انا عندي اللي يجيبه ب40، انت 20 وانا 20. هو ايه اللي 20 و40 و100؟ اجيبهم لك منين يا عم الحاج؟ ما انت عارف البير وغطاه. اقول لك على حاجه، اصرف انت وخصمهم من نصيبي. اصرف ايه يا عم الحاج منين؟ ما الحال من بعضه. احنا بص نوقف الشغل لغايه كده ونفضها سيره. نوقف الشغل ايه؟ انا صرف لي دلوقتي 2000 جنيه. طب انا اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ انت مش شايف الميه؟ انا اعمل لك ايه واجيب لك منين؟ طب وانت هتشتري الزبق ده امتى؟ اول ما الفلوس تجهز، ساعه زمن اروح اجيبه ونيجي نشتغل على طول. لا خليك انت هنا، انا جاي لك على طول. استاذ عبد الله، استاذ عبد الله، حاج مكيسه فوق بتزور عم ماهر. فين؟ عند عم ماهر فوق في البيت. ماشي يا سيدنا، روح انت. ماشي روح.
احنا بص نوقف الشغل لغايه كده ونفضها سيره. اول ما الفلوس تجهز ساعه زمن اروح اجيبه ونيجي نشتغل على طول. فيها اقطع دراع الارض دي فيها.